وبشأن الصحراء الغربية جددنا كذلك تأكيد على الحل السياسي العادل وفق الشرعية الدولية بما يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وعلى دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. ما يجري اليوم بين المغرب والجزائر ليس خلافاً عابراً، بل هو تحول جيوسياسي قد يحدد مصير المنطقة لعقود. إننا أمام مفترق طرق خطير جداً. الكثيرون يظنون أن تصريحات الرئيس الجزائري تبون الأخيرة هي بمثابة تراجع. أنا أقول لك هذا تكتيك، محاولة لإعادة تموضع بعد قرار مجلس الأمن الذي عزز الموقف المغربي. هل سنصدق هذه المناورات؟ لكن يا سارة، الأهم هو إسبانيا. القوة الاستعمارية السابقة تعلن اليوم وبشكل رسمي دعمها لمشروع الحكم الذاتي المغربي. هل ستقبل الجزائر هذه الهزيمة الدبلوماسية المدوية؟ بالتأكيد لا، والدليل هو التصعيد بالملفات الأمنية كحراك الماك واتهامات التدريب الإسرائيلي. تابعوا هذا الفيديو للنهاية وسنكشف لكم الأهداف الحقيقية وراء هذا التصعيد الخطير. نرجو منكم الاشتراك في القناة فوراً. أهلاً وسهلاً بكم أيها المشاهدون الكرام متابعي قناة لومينا الأوفياء. أنا كريم ومعي سارة في تحليل صريح لأكثر الملفات سخونة في المغرب العربي. وقبل أن نغوص في أعماق هذا التحليل السياسي المعقد، ندعوكم للتفاعل والمساهمة في دعم هذا المحتوى الهادف فضلاً وليس أمراً. اشتركوا في القناة وضعوا إعجاباً للفيديو وشاركوا الحلقة مع كل مهتم. دعونا نبدأ بملف النزاع التاريخي والمحوري، قضية الصحراء. يا سارة، كيف نقرأ تصريحات الرئيس تبون الجديدة حول الحل السياسي العادل والشرعية الدولية؟ الخطاب الجزائري، هل هو تراجع أم تكتيك؟ عندما تتحدث الجزائر عن حل سياسي عادل والشرعية الدولية، فإنها تحاول أن تلبس ثوب الدولة الداعمة للعملية الأممية، متناسية أن الشرعية الدولية في القرار الأخير 2797 تمنح الأسبقية لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأكثر جدية وواقعية. إذن، هل تهدف هذه التصريحات إلى كسب الوقت أم إلى التملص من ضغوط دولية جديدة؟ وما هي دلالة التركيز على حق تقرير المصير؟ الهدف هو الحفاظ على الموقف الأيديولوجي أمام الرأي العام الداخلي، مع الاعتراف الضمني بمركزية المسار الأممي. إنها محاولة لتجنب مأزق دبلوماسي بعد قرار مجلس الأمن. شاركونا بآرائكم أيها المشاهدون في قسم التعليقات. هل تصدقون هذا التغير في الخطاب الجزائري؟ الانحياج الاستراتيجي ومستقبل المنطقة. ننتقل إلى التحول الأبرز، إسبانيا. الجارة الأوروبية التي كانت تحافظ على موقف محايد أصبحت اليوم شريكاً استراتيجياً للمغرب وداعماً رسمياً لمقترح الحكم الذاتي. هذا يمثل زلزالاً دبلوماسياً. إنه ليس زلزالاً، بل هو قرار مبني على المصالح الاستراتيجية العليا. إسبانيا أدركت أن المغرب هو الشريك الأقوى في مكافحة الهجرة غير الشرعية والأمن الإقليمي، وتكريم عبد اللطيف الحموشي بأرفع وسام إسباني كان رسالة واضحة لكل من يهمه الأمر. وماذا عن محاولة الجزائر اليائسة لإنقاذ ماء الوجه؟ لقد استأنفت علاقاتها مع مدريد دون أن تدفع إسبانيا للتراجع عن موقفها المؤيد للمغرب. إنه دليل ضعف وعدم قدرة على التأثير. والأدهى من ذلك أن رئيس الوزراء سانشيز وجه دعوة للرئيس تبون لزيارة مدريد بعد عزز شراكته مع المغرب. هذا يثبت أن محاولة مدريد الرباط أصبحت أمراً واقعاً لا رجعة فيه. شارك هذا الفيديو الآن لتصل الرسالة إلى الجميع. حراك الماك، أمن قومي أم ورقة ضغط؟ نتوقف عند أشد نقاط التوتر. الاتهامات الجزائرية للمغرب بدعم حراك الماك بل وتدريبهم عسكرياً بالتعاون مع إسرائيل. هل لدينا أي دليل على ذلك؟ لا يوجد أي دليل مادي. لو كانت الجزائر تملك إثباتاً لكانت قد طالبت بتصنيف المغرب كدولة راعية للإرهاب دولياً، لكنها لم تفعل. هذه الاتهامات هي مجرد ورقة ضغط في حرب إعلامية. وما هو الهدف من إقحاز قضية القبائل الداخلية في الصراع الخارجي؟ الهدف استراتيجي مزدوج. 1.
تشتيت الرأي العام الداخلي عن فشل السياسات الخارجية. 2. تشويه صورة المغرب بالتآمر الأجنبي، أي إسرائيل. أيها المشاهد الكريم، هذا التحليل يتطلب منك أن تبقى معنا وتدعمه، لا تخرج قبل أن تضع إعجاباً لهذا الفيديو حتى نضمن انتشاره ووصوله للمحللين في كل مكان. خلاصة التحليل: أين يتجه المشهد المغاربي؟ خلاصة القول: الأزمة تتفاقم، المغرب يحصد مكاسبه الدبلوماسية مع الشركاء الأوروبيين، والجزائر تعود إلى مربع الاتهامات الأمنية الخطيرة ومناورات البوليساريو في أوروبا. الاستنتاج النهائي: إن المنطقة دخلت في مرحلة توازن قوى جديد لصالح الموقف المغربي المدعوم الأوروبي. إنها حرب إرادات، وعلى المغرب أن يستعد لمزيد من التصعيد الكلامي غير المبرر، لا مجال للتراخي. نشكركم على المتابعة الدقيقة حتى هذه اللحظة، وهذا دليل على وعيكم بأهمية هذا الملف. إذا أردتم حلقة تحليلية معمقة عن الحملة الأوروبية الجديدة للبوليساريو، فاكتبوا لنا كلمة التتمة في التعليقات. ودائما تذكروا: اشتركوا، أعجبوا وشاركوا. إلى اللقاء في حلقة قادمة.